إذا أنا اليوم سعيد جدا بالتواجد في مدينة ميدلت لافتتاح الملتقى الوطني للتفاح في نسخته الثالثة. هذا الملتقى اللي هو واحد الفرصة مهمة للوقوف على الإنجازات في قطاع ديال التفاح، وهذه الانجازات كنشوفوها من خلال المنتوجات والمعروضات اللي شفنا اليوم في الملتقى الوطني للتفاح بميدلت. هاد الانجازات الحقيقيه هي كانت نتيجه للعمل الجيد والدؤوب منذ تنزيل مخطط المغرب الاخضر بالاليات ديالو كامله، يعني بالفلاحه التضامنيه ولا من خلال الدعم ديال صندوق التنميه الفلاحيه. وهذه الاستثمارات لا بالنسبه للاغراس، تنويع الاغراس واعتماد الانواع الجديده، اعتماد التجهيز، وكلها مدعمه من طرف الدوله لتشجيع الاستثمار. في المرحله الاولى ديال الغرس كنعطيو واحد الدعم لغرس اشجار التفاح، كاين كذلك الدعم لتجهيز الضيعات الفلاحيه بالتكنولوجيا ديال الري والتنقيط. كندعموا كذلك اقتناء الشباك الواقي ضد البرد، لانه كيشكل واحد الخطر كبير على الانتاج ديال التفاح. واهم عنصر اللي جينا به كذلك لتعزيز مكتسبات مخطط المغرب الاخضر في اطار الاستراتيجيه الجديده الجيل الاخضر، وتفعيل العقد البرنامج اللي وقعنا في المعرض الدولي للكناس، وهي دعم يعني الجانب ديال التثمين وديال التحويل وديال التبريد، لان في هذه سلسله التفاح بعد الجانب الاهميه الكبرى وهي لسلسله التبريد، باش يمكن الفلاحه في اطار التعاونيات ولا في اطار الاستثمار يعني الشخصي انهم يخزنوا ويحافظوا على المنتوج ديالهم باش يحاولوا يحققوا يعني اسعار مربحه واسعار يعني عادله للفلاح اللي كيتعب على هذا المنتوج وكيخرجوا رغم الظروف المناخيه. ورغم هذه الظروف المناخيه سجلنا ان شاء الله هذه السنه كنتوقعوا واحد الانتاج اكبر من السنه الفارطه بحوالي 4%، وبالخصوص منطقه ميدلت اللي هي عطت واحد ارتفاع في الانتاج واللي غيفوق هذه السنه 300 الف طن. هاد السلسله كتعرف واحد الانتعاش كبير طبعا، وكنشوفوا سنه بعد سنه يعني الطلب على الملتقى الوطني للتفاح. هذا العام عندنا 160 عارض، وكاين واحد البرنامج يعني علمي، واحد البرنامج ديال يعني اللقاءات العلميه واللقاءات التكوينيه، وهذا كله كيبين مدى الاهميه ديال سلسله التفاح بالنظر الدور الاقتصادي ديالها والدور الاجتماعي والدور الثقافي، لان عندها واحد العمق ثقافي في المنطقه ديال ميدلت، وكاين واحد العلاقه الثقافيه والتاريخيه بهذا المنتوج. وغنحاولوا ان شاء الله نواصلوا المجهودات في الاستثمار وفي دعم هذه السلسله وبدعم الفلاحين، وحنا يعني دائما الى جانبهم للنجاح والتفوق ان شاء الله في المستقبل. شكرا لكم. عند الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات باقليم ميدلت، التواجد ديالنا هنايا اليوم هو تواجد اللي كيدخل في اطار الانفتاح ديال الوكاله الوطنيه على المحيط ديالها الخارجي، وبالخصوص على الانفتاح على المشغلين وعلى الباحثين عن شغل اللي كيشتغلوا في المجال الفلاحي. دونك كيف كتعرفوا الوكاله الوطنيه لانعاش التشغيل والكفاءات اترافير مجموعه من البرامج بالخصوص تاهيل تحفيز وادماج، كتعطي واحد المجموعه ديال التسهيلات لفائده المشغلين او الاجراء بصفه عامه، او كذلك عن طريق برامج اخرى بما فيها برنامج انا مقاول اللي غتكون الانطلاقه ديالو ان شاء الله في بدايه نوفمبر على صعيد الاقليم. وكذلك احنا متواجدين حاليا وكنشتغلوا على برنامج اوراش اللي تعطات الانطلاقه ديالو في 2 شهر 10 على صعيد الاقليم، وكذلك برنامج اوراش على الصعيد الوطني اللي كنشتغلوا عليه كذلك مع الشباب والتعليم. وكذلك كاين برنامج كاين منحه التشغيل لا بريم دابوي على لومبلوا، منحه التشغيل المستدام اللي كتخص لي تي بي او كذلك الشركات اللي ما كيتجاوزش واحد المجموعه ديال الشروط والاجراء. كتعطي واحد لا بريم دابوي على لومبلوا اللي كتوصل 1500 درهم لمده 9 اشهر، بشريطه ان المشغلين يخدموا دوك الناس بالعقود مفتوحه. وكذلك كاين مجموعه ديال الارقام والمعطيات اللي اشتغلت عليها الوكاله خلال السنه كادماج اكثر من 500 شخص
في النسيج الاقتصادي الوطني أو الإقليمي، وكذلك على الصعيد الدولي في إطار تشغيل العاملات الفلاحيات بحقول الفراولة بإسبانيا، وكذلك تشغيل العمال الفلاحيين بالبضاعات الفلاحية الإسبانية قارب العدد 20. وحنا مازال فاتحين الشركات اللي غادا تخدم ان شاء الله تستقبل هاد العمال. كل مره كيخدم عندنا واحد العدد معين واللي تم التسجيل ديالهم بصفه مشتركه مع السلطات. كانت حمله على صعيد اقليم ميدلت واقليم الرشيديه واقليم الحاجب، وكذلك انا الوكاله موجوده على طرافير مجموعه ديال البرامج الاخرى اللي كتحث على تشجيع تحفيز التشغيل. كنشكركم والله يحييكم. انضم لنا الآن واشترك في القناة للحصول على صدى أخبار مملكتنا.